مساء الخير يا حلوين. معانا النهاردة في وصفاتنا السهلة اللي بتاخد ربع ساعة تحضير ونص ساعة في الفرن. النهاردة هنعمل خضار بالبشاميل، ومعانا الوصفة دي لحمة متعصجة من قبل، معانا بصل، معانا توم مفروم، معانا كوسة، بطاطس، جزر، فلفل ألوان، ومشروم. المشروم طبعا اختياري، لو مش متاح مش مشكلة، بس هو بيدي نكهة قوية جدا وجميلة جدا. معانا الملح، معانا فلفل، معانا معلقة بابريكا، كزبرة ناشفة، ورشة جنزبيل، ومعانا معلقة زبدة كبيرة في طاسة على النار. هننزل بالخضار بتاعنا، ننزل بالجزر والبطاطس الأول، وهندي تقليبة. بعد كده هننزل بالكوسة على درجة حرارة عالية، احنا مش عايزين الخضار ينزل مية. هننزل بالبصل والثوم، ندي تقليبة وشميلي بقى أحلى ريحة. الثوم بيدي ريحة جميلة جدا للخضار لما بيتشوح. هننزل بفلفل الألوان. آخر حاجة هننزل بيها المشروم علشان ما ينزلش مية. وصفة سهلة جدا وسريعة، وعلشان توصلكم كل وصفاتنا السهلة والسريعة اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير. ده شكل الخضار لما تشوح. هننزل بالمشروم، هيدي تقليبة. التوابل بتاعتنا، الريحة تجنن. وهنسيب الخضار يستوي شوية، وهنعمل بشاميل. 3 معالق زبدة، ممكن سمنة، ممكن سمنة على زيت زي ما بتحبي. نحط معاهم 3 معالق كبار دقيق، وهنقلب لحد ما الدقيق يستوي ويغير لون، لحد ما يتحمص. هننزل ب3 كوبايات لبن، وهنقلب لحد ما الدقيق يدوب معانا. ننزل بالملح والفلفل ورشة جوز الطيب، لو مش بتفضليها خلاص ممكن رشة قرفة بسيطة. وهنقلب، وهنسيب البشاميل اللي يتقل معانا شوية، احنا عايزين قوام تقيل مش خفيف. وهنجهز الصينية بقى بتاعتنا بعد البشاميل ما استوى. ده المقاوم بتاعه. ننزل بالخضار. بصي الخضار مستوي نص سوا، بس مش منزل مية خالص عشان يبقى محتفظ حتى بقيمته الغذائية. هننزل باللحمة المفرومة. انتي ممكن تستغني عن اللحمة المفرومة على فكرة لو حاطة مشروم، لان هو غني جدا ويعتبر بروتين عالي، بس انا حبيت اخليها وجبة متكاملة. هننزل بالبشاميل كله. بصي ملمس البشاميل وقوامه، هو ده قوام اللي هيبقى جميل جدا مع الصينية بتاعتنا. بصي على الجمال. وجبة سهلة جدا، ربع ساعة بالظبط تحضير، مش هتاخد منك اكتر من كده، ونص ساعة في الفرن. عملتي احلى غدا. ودلوقتي هنحط على الوش جبنة، اي نوع جبنة عندك، موتزاريلا، شيدر، اللي انت بتفضليه. انا كان عندي جبنة رومي مع جبنة موتزاريلا، ولو اني ما بفضلش طبعا الجبنة الرومي تتحط في الاول علشان بتتحرق بسرعة، فانتي لو هتحطي حطي جبنة موتزاريلا بس هي كانت عندي بقى مشكلة على بعضها. وهنحطها في درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وده شكلها بعد ما طلعت. بصي على الجمال. وصفات سهلة وسريعة. اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا دايما كل جديد. وصفات تاخد ربع ساعة تحضير. واشوفكم في وصفة جديدة الفيديو جاي ان شاء الله.